ايه هو السر المشترك ورا الثمان كلاينتس دول اللي خلاهم يعملوا العظمه دي؟ لان زي ما احنا شايفين في اللي عنده انحرافات قوميه وعدلها وزود عضلاته، وفي اللي نسبه دهونه عاليه جدا ونزل في الوزن وكمان زاد عضلات، واللي سنه كبير وبرغم من كده قدر يخس اكتر من 60 كيلو، واللي رفيع وهارد جينر واكتسب عضلات كتير جدا، غير اللي عنده تسدي وكان فاقد الامل وبعد كده عمل عضلات وجسمه اتغير بالكامل، واخيرا الجسم الرفيع اللي عنده دهون كتير اللي هو السكيني فات، وازاي انه قدر يعمل ريشيبنج ويوصل جسمه من الشكل ده للشكل ده. كل دول اجسامهم واهدافهم مختلفه وكمان خدوا فتره زمنيه مختلفه عن بعض عشان يوصلوا للاهداف دي، لكن الشيء الوحيد اللي كلهم مجتمعين عليه وهو التزامهم بالدايت والتمرين المختلف لكل واحد عشان يوصل لهدف. فكل واحد من دول طبيعه جسمه مختلفه تماما، فعشان كده ما ينفعش انه ياخد برنامج كوبي بيست زي التاني. فطبعا مع الاجسام المختلفه دي لازم يبقى فيه برامج تدريبيه وبرامج غذائيه مختلفه تماما عشان تمشي مع كل واحد والجيناتكس بتاعته وطبيعه جسمه. فلو انت جسمك